دلوقتي احنا هنبدأ ايه نعمل حمام الزيت. المفروض ان احنا نعمله علاجي لحالة عندها تساقط، هنعمل لها حاجة تعمل زراعة شعر او انبات للشعر يعني، وفي نفس الوقت هو شعر دهني جدا وفيه قشرة، والقشرة لازقة في الجلد، فدي كده ايه قشرة دهنية، فهنحط برضو حاجة من القشرة. اول حاجة البيز بتاعتي عندي فيكسد اويل. الفيكسد اويل هي البيز بتاعتي، انا اخترت 3 فيكسد اويل. تمام، ديل الحصان والمورينجا والخروع. الهدف منهم ايه؟ طبعا ديل الحصان بيساعد على نمو الشعر، المورينجا ممتازة في الهير جروس وفي الانبات، وطبعا الخروع فيه فوائد كتيرة قوي، زيت الخروع. تمام، ومعانا فيتامين اي عشان دي تركيبة زيتية، فهنعمل ايه؟ انتي اوكسيدانت، لازم نحط انتي اوكسيدانت في الزيوت. انا بفضل ان انا احط مادام تركيبه زيتيه 100% وما فيهاش ميه، ما احطش ماده حافظه يعني. طبعا لو عايزين نحط ماده حافظه فينو نب او فينوكسي ايثانول لانها تركيبه زيتيه حمام زيتي، بس انا هحط فيتامين اي كايه كانتي اوكسيدانت. طيب هختار ايه من الاسينشال اويل؟ الاسينشال اويل عندي الكلاريساج او الساج المرمريه، وعندي اللافندر. تمام، زيت اللافندر هو مرهق شويه، وعندي زيت شجرة الشاي، وعندي زيت النعناع peppermint oil. طيب ليه انا اخترت الزيوت دي بالذات؟ اولا احنا قلنا في قشرة دهنية، فانا هحتاج استخدم شجرة الشاي التي تري اويل او شجرة الشاي، عشان في قشرة وقشرة دهنية كمان. تمام، طيب بختار ليه اللافندر كاسينشال اويل؟ اللافندر عندي هو من الزيوت الاساسية اللي بتعمل هير جروس. اللافندر حتى في براندات بتستخلص المادة الكيميائية الكيميكال بتاعت البوتني بتاعت النبات بتاع اللافندر، وبيعملوا منها منتجات زي منتجات كبيرة. ممكن ابقى ايه لو كده اكتبها لكم في الكومنتس لو حد عايز. الكلاري ساج او الساج عامة المرمرية يعني مفيدة جدا في البريك اوت. اي بقى مش بيقولك الشعرية بتتكسر كده او التقصف بمعنى اصح، فهي كويسة جدا في البريك اوت. برضو في اليالنج، بس اليالنج بيساعد على زيادة السيبم برودكشن، واحنا قلنا هو زي شعر دهني، فانا مش هحط له حاجة تزود له الدهون اكتر، تزود له السيبم. طيب ليه بستخدم بيبرمنت اويل؟ البيبرمنت بستخدمه عشان يعمل لي يزود البلد سيركيوليشن في المنطقة دي، فكسينرجيزم لكل الافكتس دي، هو بيزود وصول الدم في المنطقة، فبالتالي يخلي امتصاص الزيوت دي اسرع. طيب انا بحب احضر في الميجرنج سلندر. تمام، الميجرنج سلندر بتاعتي انا بعقمها طبعا بكحول في الاول. طيب انا الميجرنج سلندر دي عقمتها بكحول وظبطتها، وطبعا مغسوله ونظيفه وكل حاجه، بس الافضل ان انا هاجي استخدم ماده في اي حاجه في بيكر في ميجرنج سلندر، ان انا برضو اشطفها بالماده اللي هستخدم بيها. يعني انا هستخدم حمام زيت اشطفها بالزيت اللي عندي، الافضل ان انا اشطفها بالبيز. يعني انا هنا هستخدم مثلا فيكسد اويل زي الخروع من ضمن البيز الاساسيه بتاعتي، فانا هشطفها بالخروع الاول، وبعدين عشان ابقى ضامنه يعني ان هي ايه يعني هحط كده خروع زيت خروع حته واروح ايه دلقاه تاني. هستغنى عنهم طبعا، هيبقى اهدار شويه في زيت الخروع، بس هستغنى عنهم بس في سبيل ان انا ايه اتاكدت ان هي مش جواها اي ميه ولا جواها اي حاجه، وانا اوريدي عقمتها بالكحول والكحول بيتطاير. بس الافضل ان انا اغسل بالبيز بتاعتي، كنا بنعمل كده لو تفتكروا في اللابس بتاعت الصيدله في السيوتكس، كنا نغسل بالحاجه اللي هنستخدم بيها ونروح كابين شويه دول، بعد كده نبدا نحضر حاجات. فانا دلوقتي هغسلها بالخروع وهرجع لكم تاني. طبعا دلوقتي الفاكسد اويل انا هبدا اول حاجه نفتح ال- الجهاز بتاعنا نقيس الوزن. انت ممكن تحط طبعا تغيره، يعني مثلا انا حاطه مورينجا وزيت ديل حصان
والخروع. انت ممكن تحط حاجة غيري، ممكن تحط قهوة. القهوة بتعمل طبعا دي اتش بلوكر ممتازة. ممكن تستخدم الجارليك، زيت الثوم كاسينشال اويل، الروزماري طبعا. بس انا حابة ان انا اعمل الفورميوليشن دي وحاساها انها انوفيتيف جدا، يعني هي كويسة وانوفيتيف جدا، فانا مش حابة استخدم المرة دي الروزماري. حابة اعتمادي الاساسي على المورينجا وزيت اللافندر، والباقي سينرجيزم. بس انتوا ممكن تغيروا تحطوا الحاجات دي، تحط قهوة وتحط ارجان، تحط جوجوبا، تحط زيت زيتون معاه. هبتدي اقيس اول حاجة الخروة. طيب بالنسبة للنسب، النسب انا بحط الفيكسد اويل ده، هحط الاسينشال اويل بنسبة قد ايه؟ الاسينشال اويلز دي بحطها معايا من 5% طبعا في البشرة. في الشعر انا ممكن اطلع ل25%، ممكن 50% كمان. يعني لو انت بتعمل 30 ملي تقدر تحط 15 ملي بس اسينشال اويل مادام في الشعر، في حاجة الشعر. فانا ممكن احط 25%، ممكن احط 50%. طبعا احنا علاج الشعر بيبقى معانا من 3 شهور ل6 شهور يبدأ، يعني عشان نقول اتعالج علاج ويدينا نتيجة مرضية على الاقل 6 شهور. بعد 6 شهور ممكن استخدم مينتنانس دوز وانزل بقى بالاسينشال اويل من 50 و25%، انزل ل5% بس في المينتنانس دوز. لكن انا في الاول لا، الشعر اقل حاجة الافضل ان الاسينشال اويل تبقى 25%. طيب انا بعمل عبوة 30 ملي، انا بعمل عبوة 30 ملي، دي العبوة بتاعتي 30 ملي. تمام. فال30 ملي هحط منها طبعا 25% اسينشال اويل، وهحط الباقي وهحط 5% فيتامين اي، وهحط الباقي معايا مين؟ الفيكسد اويل. تمام. هنيجي دلوقتي نحسبها مع بعض ونشوف هنحط قد ايه من كل حاجة. 5% في 30 ملي، طب اعرف منين الفيتامين ايه 5%؟ وانا يعني 5% يعني 5 ملي في العبوة 100 ملي. طب انا بعمل عبوة 30 ملي، انا بعمل عبوة 30 ملي، اعرف 5% من 30 ملي قد ايه؟ اكتب 5%، 5، واحط بيرسنت 5%، واروح اضربها في كام؟ في 30، هيطلع لي 1.5%، 1.5 ملي. يبقى انا المفروض احط من فيتامين اي ده، فيتامين اي ده المفروض احط 1.5 ملي. تمام. يبقى طيب لو عايز اعملها بنظام النقط، يعني انا مثلا معايا دروبر وعايز ما معيش ميزان وعايز استخدم نقط بس انقط، طب اعرف منين 1.5 ملي دول كام نقطة؟ خلينا متفقين ان 20 نقطة 1 ملي، 20 نقطة 1 ملي. طب لو 1.5 ملي يبقى هضرب 1.5 ملي في 20، يبقى 30 نقطة. تمام. طيب انا هبتدي دلوقتي احط الخروة. انا دلوقتي هحط المفروض الاسينشال اويل بنسبة 25%، وممكن نحطها معانا من 5% لحد 25%. تمام. فانا هبتدي اول حاجة بالخروة. خمسة وعشرين في المية من 30 ملي يعني 7.5 ملي، يبقى بقيت 1.5 ملي فيتامين اي، يعني 7 و1 8 ونص ونص، يبقى ايه 9. يبقى بقيت 30 كام؟ 30 ناقص 10 20، يبقى 21 ملي فيكسد اويل، 21 ملي. نحط الاول الخروة. انا حطيت 10 ملي خروة.
وهحط 5 مللي ديل حصان، يبقى 10 و5 15. وهكمل المورينجا لحد 21. تمام، ده كده الفيكسد اويل. هبتدي احط الاسينشال اويل. في حاجة، النعناع ما ينفعش تحط غير ب1%، ايا كان التركيبة ايه، تحط 1% بس عشان ما يعملش سنسيتيفيتي. في حاجات بتبقى رابيفيشال افكت او الكاونتر ايريتانت، دي هي 1%، زي الليمون كده، الليمون اويل برضو 1% بس في التركيبات، محطش اكتر من كده عشان السنسيتيفيتي بتاعته والايريتيشن. فانا هحط 1 مللي نعناع، وهحط 1.5 لافندر، يبقى حطينا 1.5 مللي اللافندر، لان بالنسبه لي ده الاسينشال اويل الاساسي اللي هو بنسبه 5%، وحطينا 1% نعناع. تمام، هحط برضو الكلاريساج، بس هينزل بصعوبة شوية. وهحط شجرة الشاي 2%، برضو من 1 ل2%، براحتك حسب الحالة. هحط ادي شجرة الشاي، وهزود لافندر تاني عشان هي ما ظبطتش. ادي كده. هنحط بقى فيتامين اي. اللافندر اتحط ولا لا؟ اهو. هنحط بقى فيتامين اي 1.5 مللي اللي هما ال5%. قلب بالجلاس رود. اوكي كده هو داب خلاص، هو اختلطوا كلهم ببعض. طبعا ريحة النعناع واللافندر تحفة، يعني تحفة، مغطية على ريحة المرمرية، صعبة بصراحة. هنبدأ بقى ايه، نصب في العبوة بتاعتنا. انا اذا صبت صح
بس كده، بس وادي كده، وادي كده حمام الزيت جاهز.